السلام عليكم يا بنات. انا جيت لكم فيديو جديد النهارده. عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده كنت عامله ورق عنب على الفطار وبانيه. دلوقتي انا بعمل الخلطه بتاعه المحشي بتاعه الورق عنب. طبعا حطيت حوالي 3 معالق بصل مفروم وكنت بقلبهم، وطبعا وشويه زيت، يعني مثلا حدود 3 معالق زيت مثلا او 4 معالق زيت كده. طبعا بوريكم ان انا لسه كنت بقلب في البصله بقليها. بعد كده يا بنات نزلت بالتوابل، نزلت بشوية كمون وشوية فلفل أسمر وشوية ملح، شوية فلفل أسود، ده فلفل أسود والكمون وشوية كزبرة وشوية ملح، دول اللي أنا نزلت بيهم دلوقتي. بعد كده هتلاقيني بقلب بعد كده الخلطة، التوابل مع البصل. بعد كده هنزل بعصير استنوا خليكم معايا. انا كده نزلت بعصير الطماطم، ضربت 3 كوبايات طماطم، عصير طماطم، ونزلت عليهم. بعد كده نزلت بالرز، غسلته كويس جدا، وبعد كده نزلت بالرز على الخلطه اللي هي الطماطم والبصل والتوابل. بعد كده يا بنات لسه كل دوت بنزل لسه بالرز. خلصت كده نزلت بالرز خلاص، نقلتهم بقى بره في طبق. نقلت الرز بعد ما غسلته، وبعد كده هنزل عليه بالصلصه اللي احنا عملناها وسبكناها اهيت. نزلت بالصلصه. بعد كده هنزل بالخضره، قطعتها حزمه من كل حاجه. عملت حزمه بانوس، حزمه كزبره، وحزمه شبت، قطعتهم غسلتهم كويس وقطعتهم حتت صغيره ونزلت عليها. بعد كده هتلاقوني قلبت كل التسبيكه كلها، التسبيكه مع الرز مع الخضره كله مع بعضه. بعد كده قلبت الخلطه كلها على بعضها في الطبق اهي زي ما انتم شايفين كده كله مع بعضه. بعد كده بدات احشي. بصوا بقى يا بنات في الحشو هنا بقى، انا بعرف يعني بحب احشي على الطبق واحده واحده كده. في ناس بتحشي على ايديها، يعني كل شيخ وليه طريقه. في ناس بتحشي على ايديها، في ناس بتحشي على الطبق، براحتها حسب ما انت بتحبي طبعا تحشي. عايز تحشي على طبق احشي زي ما انا بحشي، عايز تحشي على ايديك احشي. بعد كده بدات احشي الورق العنب زي ما انتم شايفين كده. طبعا كنت سالقه الورق العنب قبل كده، فبدات طبعا ايه احشيه وارص في الصينيه. انا كنت عاملاه في صينيه ساعتها مش في حله. زي ما انتوا شايفين كده رصيت الورق العنب في الصينيه، خلصت الحشو كده خلاص. بعد كده بدات بقى ايه اروح احطه على النار عشان اسويه قبل اذان المغرب النهارده. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيته على النار، يعني حطيته قبل المغرب كده بحوالي ساعه ونص كده يعني. بعد كده هسقيه، هتلاقوني دلوقتي بسقيه او حطيت له حته سمنه على وشه عشان يبقى مديله كده دسامه حلوه. وهتلاقيني بحط برضو دلوقتي شويه دبس رمان، حوالي معلقتين دبس رمان عشان يديله مزازه. انا حطيت برضو على فكره، نسيت اقول لكم ان انا حطيت في الخلطه برضو قبل محشي، حطيت فيها برضو معلقتين دبس رمان. هتلاقوني حاطه دلوقتي هحط شويه دبس رمان على الوش. ايوه هو دوت. وحطيت في الشوربه برضو حوالي برضو معلقه كمان دبس رمان او معلقتين في الشوربه اللي انا هسقي بيها دلوقتي. هتشوفوني دلوقتي هسقي بشوربه. ما كانش عندي ساعتها شوربه، انا عملت الشوربه بتاعت شوربه ماجي. جبت طبعا ميه سخنه وحطيت فيها مكعبين ماجي وحطيت فيها التوابل وبدات اسقي بالشوربه، ومعلقه صلصه ومعلقه سمنه. في كده عملت شوربه يعني اكني بالظبط عندي شوربه فراخ او لحمه. عملت انا شوربه وبدات اسقي بيها زي ما انتم شايفين كده الورق العنب. كل ده انا لسه طبعا بسقي بالشوربه. ايوه زي ما انتم شايفين كده انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه علشان ايه ما نتوهش من بعض في التسويه. بعد كده انا حطيت طبق، كبست عليه طبق وحطيت غطا الحله علشان الرز بتاعه ما يفرفطش منه. هنا انا اوريكم بقى، هنا باينه الصوره ان انا كده خلاص هو استوى. وطبعا اختبرت، طلعت صباع في طبق بره واختبرته. بس كده زي ما انا وريته لكم كده، اختبرت زي ما قلت لكم صباع بره، عرفت ان هو استوى خلاص. طفيت عليه وكان هو اتشرب الميه الشوربه بتاعته خلاص. عملت جنبه النهارده، عملت جنبه بانيه. كنت انا عامله طريقه البانيه، هتلاقوها على القناه عندكم ان ازاي بعمل البانيه
زي بتاع الشركات اللي بتباع بره في الاكياس ده، كنت انا ساعتها اللي عاملاه. دوت بقى، ده يا بنات بقى البانيه اللي انا وريته لكم ده، بقول لكم ان انا كنت مفرزاه طبعا في التلاجة، طلعته وحطيته في صينيه، مش بقليه بقى تاني بقى عشان ما يبقاش كله زيوت وزيت، كميه الزيوت والسمنه كتير. بدهن الصينيه وبحطه بعد كده وبدخله الفرن، بيتحمر زي ما انتم شايفينه كده في الفرن، بيبقى جميل جدا جدا. ده كده بعد ما استوى خلاص. وده كان فطارنا النهارده. عايزه اقول لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. النهارده 4 ذو الحجه، ان شاء الله يعودها عليكم الايام بخير. مش هوصيكم باللايك والاشتراك في القناه والدعوه بالرحمه لزوجي والوالدي ووالدتي واخواتي، وكل سنه وانتم طيبين يا بنات.